يسود لسانك تميم برجال بني سودان يسود القتال حموجينا مترس يلفات الحدود خير تنحبس فيضان الجميل ما بنحرس والموت في العرض يشبه العرس سوداني يسود لسانك تميم برجال بني سودان يسود يا من كان يجيك في الميدان نهر احزل غسل احلى الخصم قهر بشق الرصاص لو يهدي المطر يلاقى العدو يقع بالبحر سوداني يسود لسانك تميم رجال بني سوداني يسود من كان يجيك في الميدان نهر احزل غسل احلى الخصم قهر بشق الرصاص لو ينزل المطر يلاقى العدو يقع بالبحر سوداني يسود لسانك تميم رجال بني سوداني يسود فتش للشهامة الان نحن جاهزين للتحرك وباذن الله تعالى سنحتفل بالنصر في الولايه الخضراء ولايه النيل الازرق باذن الله تعالى، وباذن الله تعالى سنلقن عقار وياسر عرمان وبقيه المرتزقه درسا من يسوع باذن الله تعالى. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وحدي في جواري بقسم الملاح الآن وكما أعلن السيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دارفور آمنة تماما وخالية من أي تمرد، وإنه نحن نعد العدة بوصولكم أنتم هيئة العمليات وسود النيل الأزرق مع أخوانكم من الدعم السريع مع أخوانكم من القوات المسلحة والدفاع الشعبي الموجودين في الأمام، نعد العدة لنعلن أن النيل الأزرق بعد أيام الغلائل خالية تماما من التمرد إن شاء الله. إن كان لي وصية أن أوصيكم أولا بتقوى الله عز وجل، اتقوا الله في السر والعلن، وأوصيكم بأن تحافظوا على تقاليد الإسلام وآداب الإسلام في القتال، لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا تهتكوا عرضا واستروا الحرمات وكونوا عونا لأهلكم، حافظوا على ممتلكاتهم وكونوا لهم خير معينين إن شاء الله. هذه هي رسالتنا لكم، أن تتعاونوا وأن تتواصوا بالحق وبالصبر وأن تكونوا رفقاء وأن تكونوا مع إخوانكم من القوات المسلحة والدفاع الشعبي وكل الأجهزة النظامية، تكونوا يدا واحدة، يدا واحدة بها نبطش وبها نكنس وبها نمسح وبها ندمر كل فلول المارغين إن شاء الله.